آه، كابتن جهاد جريشة حكمنا الدولي الرائع اللي انا بحبه جدا جدا جدا. اهلا بيك يا كابتن جهاد. اسمه ايه؟ مساء الخير لحضرتك وعلى كل المشاهدين. يا رب تكون بخير. الحمد لله والله. لو جالنا كابتن ابراهيم برضو ندخله. طيب انت كنت سامعنا يا كابتن؟ ها اه كابتن ابراهيم حسن بيقول ان هو ليه ضربة جزاء. بص يا كابتن مهيب، كان في النهارده شك في ركلتين جزاء، أيوة. واحده للاهلي وواحده للمصري. حصل. الاولانيه حارس المرمى نجح تماما في لعب الكوره واصطدم بعد لعب الكوره في راس القفشه، وبالتالي مفيش ركله جزاء واستمرار اللعب قرار صحيح من حكم المباراه. بعد كل الدم اللي نزل ده. بغض النظر احنا بنتكلم على مين اللي لعب الكوره، المعيار بالنسبه لنا لعب الكوره. هو ده الراجل لعب الكوره واحتك بعد كده في راس المهاجم، لو ما لعبش الكوره الحارس هتبقى ركله جزاء مباشره، لكن هو الراجل لعب الكوره ونجح في لعب الكوره وبعد كده احتك بالمهاجم. تمام. نفس المعيار هنطبقه على لعبه جريندو مع رامي ربيعه. ووصل اللي كان في احتكاك هو موجود، بس هو نجح في لعب الكره، هو اللي غير اتجاه الكره، وبعد كده حصل الاحتكاك اللي الكابتن ابراهيم بيتكلم عليه في ركله الجزاء. وبالتالي بعد ما تلعب الكره لما يحصل احتكاك الراجل المدافع نجح تماما في لعب الكره، وبالتالي استمرار اللعب كان قرار صحيح من وليد عبد الرازق ومفيش فيها ركله جزاء. لا انا بتكلم على كرة الشناوي مع جريندو. لا هو بيتكلم على جريندو بتاعه رامي ربيعه. لا جريندو بتاعت الشناوي. لا الشناوي مفيش حاجه، الشناوي لعب الكوره برضه، احنا بنتكلم برضه معيار الكوره ما دامت اتلعبت، ما دام الحارس لعب الكوره او اللاعب لعب الكوره، الاحتكاك اللي يحصل بعد كده ما تفكرش فيه كتير. طيب. زي اللي بيعمل تاكلينج ويلعب الكوره وبعد كده يحصل احتكاك، خلاص كلام الكوره اتلعبت يا استاذ مهيب، يبقى خلاص القصه ما تفكرش في اللي بعدها. يعني المباراه نظيفه. لا هو وليد عبد الرازق والطاقم التحكيمي اللي معانا ممكن يختلف معاه النهارده في انذار اللاعب المصري اللي داس على رجل محمد شريف، اللعبه خارج منطقه الجزاء اللي جت بعدها انفراد للمصري، لو كانت دخلت الجون كان الجون هيتلغي عشان كان في مرحله بناء الهجمه كان في ركله حره مباشره على النادي الاهلي، وانذار كان يستحق الانذار كمان، لان فوت الرجل فوق الرجل لا ترقى للكارت الاحمر، هي انذار فقط، وبالتالي الفار ما تدخلش فيها. طول الوقت المراجعه اللي بتحصل من الفار كان كلام مظبوط طول الماتش. بنتكلم على الوقت بدل الضايع، الراجل احتسب الوقت بدل الضايع مظبوط 6 دقائق وزود عليهم دقيقه و14 ثانيه. اختلف معاه بس لما ادى انذار لسعفان الصغير لنزول الملعب بدون اذن، مدرب حراس المرمى المصري كان لازم يدي حارس المرمى النادي المصري انذار، لانه الراجل وقع ادعى الاصابه وبيضيع وقت وقام من غير ما حد يعالجه، وبالتالي كان لازم انذار لحارس المرمى المصري اللي كان انذار وجوبي. غير كده المباراه تحكيميا ما فيش حاجه ممكن نقف عندها تكون اثرت على نتيجه المباراه. طب النادي الاهلي لو احتج على انذار متولي؟ انذار متولي احنا ما نعرفش متولي احتج وقال ايه، يعني بعد المباراه الحكم صفر، في لعيبه راحت له، في حد اتكلم او متولي احتج بطريقه، الكلام اللي حصل بينه وبين الحكم راى الحكم ان هو يستحق كارت اصفر، دي تقدير الحكم المباراه، وبالتالي هو احنا الحكم في الاخر رد فعل، مش ما اقدرش الوم